في 2018 شركة سامسونج خسرت جزء كبير جدا من حصتها ومنافستها في سوق السمارت فونز في الفئة الاقتصادية والمتوسطة، وده لصالح الشركات الصينية زي اوبو وهواوي وشاومي، وده طبعا لانهم بيقدموا اجهزة بمواصفات محترمة جدا وباسعار رخيصة نسبيا. ولكن بقى في 2019 من الواضح كده ان شركة سامسونج هتعمل تغيير جذري في الهواتف بتاعتها في الفئتين دول الاقتصادية والمتوسطة، وده من حيث المواصفات والاسعار. فالشركة اطلقت بشكل رسمي 3 موبايلات وهم الام 10 وده موبايل اقتصادي، والام 20 والام 30 في الفئه المتوسطه، وانا ان شاء الله ناوي اعمل لهم كلهم مراجعات هنا على القناه. فلو حضرتك مهتم تشوف الفيديوهات دي فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تشوف المراجعات دي اول ما تنزل. واحنا في فيديو النهارده هنبتدي بمراجعه الجالاكسي ام 20 وهنتعرف على كل مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء ولا لا. انا محمود طمان واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. هنبتدي زي ما احنا متعودين بتصميم التليفون. فالام 20 بيجي بتصميم بلاستيكي بالكامل البولو كربونايد، وهو ده المعتاد في الفئه السعريه دي من معظم الشركات. التليفون بيجي من ناحيه اليمين بزر الباور واعلى منه زرار خفض ورفع الصوت، ومن ناحيه الشمال فبيجي المنفذ الخاص بدرج الشريحه. اما بقى الجهه السفلى للتليفون فبيجي فيها السماعه الخارجيه ومايك المكالمات ومنفذ يو اس بي تايب سي في جاك 2 ومنفذ الهيدفون جاك 3.5 ملم. اما بقى الجهه العليا للموبايل فبيجي فيها المايك الاضافي لازاله الضوضاء المايك نويز كانسليشن. اما بقى الجهه الاماميه السفلى فما فيش فيها اي حاجه، والجهه الاماميه العليا فبيجي فيها الكاميرا الاماميه اللي بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، وحواليها مستشعرات التليفون اللي بيجوا مع الكاميرا في نوتش صغير جدا على شكل دروب ووتر، وعلى النوتش ده بتيجي سماعه المكالمات. اما بقى لو جينا لظهر التليفون فبيجي فيه الكاميرتين الخلفيتين اللي بيجوا على الشمال وتحت بعض بالطول في سيت اب واحد، واسفل منهم فلاش ال اي دي، وفي منتصف ظهر التليفون بمحاذاة الفلاش فبيجي مستشعر البصمه، واسفل منه لوجو سامسونج. التليفون بيجي بابعاد 156.4 ملم طول في 74.5 ملم عرض بسمك 8.8 ملم، ووزن التليفون 186 جرام. التليفون بيجي بحواف دائريه وبكيرفات من الجوانب بتخلي مسكه التليفون سهله ومريحه في الايد، والتليفون بالمناسبه حجمه مناسب جدا. التليفون علشان مصنوع من البلاستيك اللامع فبصمات ايدك هتظهر فيه بشده، وكمان هيكون معرض للخدش بسهوله، فلازم تحطه في جراب علشان تحافظ عليه. فتصميم التليفون ده خصوصا من الظهر عادي وتقليدي خالص زي معظم اجهزه سامسونج، ولكن بقى من قدام من ناحيه الشاشه فتصميم التليفون مش عادي ومش تقليدي. ولكن قبل ما نروح للشاشه فتقييمي للتليفون ده من حيث تصميمه هو 8/10. نيجي بعد كده للشاشه واللي هي من اهم نقاط القوه الموجوده في التليفون ده والسيلبوت بالنسبه للجهاز، وده علشان تصميمها من ناحيه وعشان جودتها وادائها من ناحيه ثانيه. فالتليفون بيجي بشاشه ضخمه بحجم 6.3 بوصه، وهي بتيجي بنوتش على شكل ووتر دروب او الانفينيتي في، والشاشه دي من نوع تي اف تي، وهي بتيجي بجوده فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2340 في 1080 بكسل، وده بيدينا 409 بكسل لكل بوصه في الشاشه. الشاشه بتيجي بابعاد 19.5 ل 9، وهي بتستحوذ على 90% من حجم مواجهه التليفون عموما سكرين تو بادي ريتيو. اما بقى بالنسبه لاداء الشاشه دي فهو اداء مميز جدا، فشده الوضوح في شاشات التي اف تي جيده جدا، فالالوان بتكون حاده ومشبعه والتفاصيل بتظهر عليها بشكل ممتاز، وكمان درجه السطوع في الشاشه كويس جدا، وكمان زوايا الرؤيه فيها مقبوله بدرجه كبيره. وكمان الشاشه دي بتدعم خاصيه الوايد فاين ال1 اللي بتعرض المحتوى بدقة أفضل على تطبيقات محددة زي نتفليكس كده. ولكن أكتر حاجة بتميز الشاشة دي هي إنها بتيجي تقريبا من غير أي حواف أو أطراف للشاشة، فالحافة السفلية للشاشة صغيرة جدا، وكمان حجم النوتش اللي في أعلى الشاشة تم تصغيره لأقصى درجة، وأطراف الشاشة دي تم استغلالها بأفضل صورة ممكنة. فواجهة التليفون دي تقدر تقول عليها انها عبارة عن شاشة فقط، واللي انت هتكون منغمس جواها ومستحوذة عليك وانت بتتفرج على اي صور او فيديوهات على الشاشة دي. اي نعم هي مش سوبر اموليد زي ما احنا متعودين من سامسونج، ولكن نقدر نقول ان الشاشة الموجودة في الام 20 هي من افضل الشاشات الموجودة في الفئة السعرية دي، سواء من ناحية التصميم او من ناحية الاداء. وانا عموما تقييمي للتليفون ده من حيث اداء الشاشة بتاعته هو 9/10. نيجي بعد كده للاداء والاعداد الداخلي للتليفون.
فالام 20 بيجي بمعالج من سامسونج وهو الاكزينوس 7904 اوكتا، والمعالج ده اوكتا كور ثماني الانويه، بحيث ان نواتين بيجوا بتصميم كيلو 260 جولد بتردد 1.8 جيجا هرتز، والست انويه التانيين فبيجوا بتصميم كيلو 260 سيلفر بتردد 1.6 جيجا هرتز، والمعالج ده بيجي بدقه تصنيع 14 نانومتر وبمعماريه 64 بت. اما بقى المعالج الرسومي الموجود في التليفون فهو المالي جي 71 ام بي 2. التليفون بيجي بنسختين، نسخة بتيجي بسعة تخزين 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام، والنسخة الثانية فبتيجي بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. والمعالج الموجود في التليفون ده بيقدم أداء قريب جدا من أداء معالج السناب دراجون 636. فأداء التليفون في المهام اليومية المعتادة زي التصفح واستخدام تطبيقات السوشيال ميديا والمالتي تاسك هيكون أداء ممتاز جدا، ومش هيقابلك فيه أي مشاكل أو بطء في التليفون. وكمان أداء التليفون في الألعاب أداء محترم جدا، سواء في الألعاب الخفيفة أو المتوسطة. أي نعم في الجيمز التقيلة اللي بجرافيك عالي ممكن يقابلك شوية لاجز في الموبايل، ولكن ده هيكون على فترات متباعدة، مش هيأثر خالص على تجربة استخدامك للتليفون. وكمان التليفون بيعمل حوالي 108 ألف نقطة على منصة أنتوتو بنش مارك. فانت لو هتستخدم التليفون ده استخدام شاق وبكثافة فهو هيكون مناسب جدا ليك، وهتقدر تعتمد عليه في كل المهام بتاعتك. وانا عموما تقييمي للتليفون ده من حيث ادائه هو 8 على 10. نيجي بعد كده للكاميرات. فالجالاكسي ام 20 بيجي بكاميرتين خلفيتين، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9 بحجم بكسل 1.12 مايكرومتر وبقياس حساس 1 على 2.8 بوصه. اما الكاميرا الثانيه الثانويه فهي بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا دي كاميرا الترا وايد، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش ال دي من قطعه واحده. واداء الكاميرات دي في ضوء النهار اداء مميز جدا، الالوان بتكون حاده ومشبعه، وكمان التفاصيل بتظهر في الصور دي بشكل كويس، وكمان هتقدر تاخد صور بزاويه واسعه باكبر مساحه ممكنه في الصوره. اما بقى في الاضاءه الخافتة او الضعيفه فاداء الكاميرا دي بصراحه اقل من المتوسط، وبيظهر في الصور نوز وتشويش بشكل ملحوظ، ولكن ده شيء مقبول في الفئه السعريه دي. وكمان هتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه فالام 20 بيجي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.0، واداء الكاميرا دي في الاضاءه القويه يعتمد عليه بشكل كبير، وتقدر تاخد بيها صور سيلفي مميزه، ولكن في الاضاءه الخافتة او الضعيفه فهي برضو ادائها مش قد كده. فاداء الكاميرات الموجوده في الام 20 اداء محترم جدا في الاضاءه القويه، وده سواء في الكاميرات الخلفيه او الكاميرا الاماميه، ولكن في الاضاءه الخافتة فاداء الكاميرات ده بيكون اقل من المتوسط، ولكن هو ده المعتاد في الفئه السعريه دي. وانا عموما تقييمي للتليفون ده من حيث اداء كاميراته هو 7 على 10. نيجي بعد كده للبطاريه، واللي هي من اهم نقاط القوه الموجوده في التليفون ده. فالموبايل بيجي ببطاريه ضخمه بسعه 5000 ملي امبير، واحنا ما كناش متعودين على الرقم ده من سامسونج. والبطاريه دي من نوع ليثيوم بوليمر، وهي بطاريه غير قابله للازاله، وبتدينا من 7 ل 8 ساعات سكرين اون تايم. والبطاريه دي هتقدم لك اداء ممتاز. اي نعم شاشه الموبايل التي اف تي هتستهلك كتير شويه من طاقه البطاريه، ولكن بالرغم من ده برضه فهي هتكمل معاك اليوم كله من غير ما تحتاج تشحنها خلال اليوم. وكمان المميز هنا ان التليفون ده بيدعم الشحن السريع، فالبطاريه تتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين تقريبا. فانت من ناحيه البطاريه في الام 20 تطمن خالص، وما تخافش ان التليفون يفصل منك شحن خلال اليوم حتى لو انت بتستخدم التليفون استخدام شاق. وانا عموما تقييمي للتليفون ده من حيث اداء البطاريه بتاعته هو 9 على 10. التليفون بيجي بنظام تشغيل اندرويد اوريو 8.1 مع واجهه تشغيل سامسونج اكسبيرينس 8.5 اللي هتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من بعض التطبيقات، او انك تقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. وكمان فيها ميزه السكيور فولدر اللي هتقدر تحط فيه ملفاتك المهمه بعيد عن المتطفلين. ولكن بقى المميز هنا ان سامسونج صرحت بشكل رسمي ان التليفون ده هيتم تحديثه لاندرويد باي، وكمان التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سام، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال4 جي، وكمان هتقدر تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد حتى 512 جيجا في منفذ خاص بيه. اما بقى بالنسبه لمستشعر البصمه فاداؤه كويس جدا من حيث الدقه والسرعه، وكمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه الوجه الفيس اي دي، ولكنها للاسف مش اسرع حاجه، وكمان ما بتشتغلش في الاضاءه الضعيفه، وكمان ممكن تفتح التليفون بتاعك وانت مغمض عينيك، فبنصحك انك بلاش تستخدمها. وكمان التليفون بيجي بسماعه خارجيه وحيده مونو على اليمين، واداء متوسط من حيث العلو والنقاء.
التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله والجي بي اس اللي في الجهاز، دقيق وسريع جدا. وكمان التليفون موجود فيه راديو اف ام وبيدعم تركيب وصلات الاوتو جي. وكمان التليفون موجود فيه مستشعر جيروسكوب علشان تقدر تستخدم نظارات الواقع الافتراضي الفي ار. ولكن للاسف التليفون ما فيهوش مستشعر ان اف سي ولا مستشعر اي ار ولا لمبه اشعارات، ولكنه بيجي باخر اصدار بلوتوث 5. التليفون بيجي بلونين اسود وازرق، وعلبة التليفون بيجي فيها الشاحن وسلك توصيل يو اس بي من نوع طيب سي ودبوس درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات. سعر البيع المتوقع للتليفون ده بالنسبة لنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام 3300 جنيه، والنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 3800 جنيه. واول ما يكون التليفون متاح للبيع في مصر هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف عشان اللي حابب يشتريه. سامسونج استبدلت سلسلة الجي بسلسلتها الجديدة سلسلة الام اللي عايزة تلتزم فيها بسياسة جديدة، وبتسعى من خلالها انها تنتج موبايلات تقدم لك فيها اقصى اداء مع اقل تكلفة ممكن. والام 20 هو اول تليفون تطبق فيه سامسونج السياسة دي، فهو في رأيي الشخصي من افضل الاجهزة اللي بتيجي بفئة سعر تحت 4000 جنيه في الوقت الحالي. وطبعا حابب اشوف ارائكم وانطباعكم عن الموبايل ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهاية الحلقة بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهاية، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده أول مرة تشوفني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تكون أول واحد يشوف الحلقات الجديدة. واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.